أول شيء بداية مرحبا. لأنه كلمة السلام عليكم تنقال للمسلمين، وأنا الحمد لله ما شفت هالشيء عنا أبدا، يعني ولا بأي شكل من الأشكال ما شفت شيء عند المسلمين من هالأخلاق أبدا. يعني ما بنسمع إلا فتاوى من مشايخ، وهي عادات المسلمين، وهي إنه قدوتنا سيدنا محمد، وكان هيك يعمل الرسول وتشبهوا بالرسول. بس أنا ما شفت ولا واحد منكم يا السعودية ورؤسائها وقطر وغيره وغزواته إنه عم يعمل شيء من اللي كان يعمله الرسول. امبارح بمدينتي مقتول الآلاف من قصف وطيران وغيره وسواته، والسعودية قاعدة بتسوي لي مباراة وقاعدة عم تتفرج على المباراة، ما لها فاضية. يعني المسلمين ما لهم فاضيين لهم، يعني يموتوا في جهنم، يعني عادي عندهم، ما عندهم مشكلة أبدا. مجهزين أسلحة وقوات عندهم بتكفيهم ل100 سنة. بس عفوا هي ما يمشان مساعدة المسلمين مثل ما كان الرسول يعمل، يعني هي مشان إذا شعوب قامت عليهم يضربوهم فيهم، ما هو مشاننا نحن. يا عريفي يا شيخنا يا دكتور، يلي انت يعني كل يوم بتقول لي انه كل شيء 10 نصارى اليوم اسلموا، و100 نصيري، و100 متنصر، و100 مسيحي، و100 مدري شو، كل يوم بتنصر لي ما بعرف باي دوله في العالم، ومئات المسلمين عم ينقتلوا بسوريا. يعني بتنصر 10 بنقتلوا 200. يعني شو عم استفاد منك انا؟ شو بس فهمني انا شو عم استفاد منك؟ انا بلادي صار لها 5 سنين عم تنقصف، 5 سنين عم يلتعن السما تبعها، ما شفنا حدا فيكم، بس على فتاوى وحكي فاضي ومن ورا الشاشات، وبيجي بيقول لك انتم ولاد البلد انهزمتوا لبرا. مشان شو نهزمنا لبرا؟ اعطيني سلاح اقاوم فيه طياره، اعطيني سلاح قاوم فيه طياره لحتى ضل ببلدي وموت فيها. مشان شو جهزتوا جيش قوامه 10,000 و20,000 كانت تفوتوا على سوريا وتحموا الهربانين من الحرب؟ مشان شو؟ وينه؟ ما في واحد كافر بالكرة الأرضية إلا وما شد مع بشار الأسد. وينكم أنتم؟ فلسطين صار لها 60-70 سنة ما شفنا منكم شيء. سوريا صار لها 5 سنين ما شفنا منكم شيء. حلب صار لها 5-6 شهور، وهالاسبوعين هي تدمرت. عن ابو الطاسه العزه اللي تقتلوا يوميا 400-500 مسلم. وينكم انتم؟ بس شاطرين. نحن اخوانكم في الاسلام، واكبر شغله عظيمه عن رب العالمين هي الجهاد. بتقوموا في راسنا، بتكبروا في راسنا، اعملوا جاهدوا، وانتم قاعدين ببيوتكم جنب النسوان والتعريس والاكل خراب. مشان شو كل هالشيء؟ كم بطيسة فتوا بفرنسا، ما ضل عرصة في الكرة الأرضية لو ما حط صورته، ما ضل حدا إلا ما حط علم فرنسا على وشه، على صورته على الفيسبوك وغيره. دول الخليج حطت على أبراجها، على مطاراتها، على طياراتها أعلام فرنسا. ليش؟ كم كافر فزتوا فرحتوا، يعني خلاص هذول لازم ما يموتوا. بس أما نحن أهالينا كل يوم والثاني بنقتلوا 200 و300 و1000، ما بتحكوا شيء، عادي. هذول بينطقوا بالله وبالشهادة، هذول لازم يموتوا، هذول لازم ينزاتوا. سنتين إذا بنضل هيك قسما بالله العظيم ما راح يضل واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله. أنتوا هذا اللي بدكم إياه، أنتوا هذا الفرحانين له. جهزتوا جيش طول بعرض مشان يحمي العزل، ما بدك تشاركوا بحرب، معلش قلنا يا الله. ليش ما فتوا؟ ما أعطتكم الإذن إسرائيل؟ ما سمحت لكم أمريكا؟ ما اعطتكم امر انه تفوتوا؟ تركوهم يسخطوا خليه يفطسوا، مو هيك بدكم؟ هذا اللي بدكم اياه انتم، مو هيك؟ رؤساء اكابر، انتم ما في منكم، انتم كل واحد بريمه قطيفي، ما حدا بيتحرك من كرسيه ابدا. بس شاطرين، حركنا وعملنا وسوف نقوم. يلعن شرفكم برجل كلياتكم. صرماية اصغر شهيد سوري، اصغر شهيد بتشرف عائلاتكم كلياتها. يا اهل الارض المكرمه، انتم يا ال سعود، يا رؤساء قطر والخليج، يا ملك الاردن، يا عصا، يلي شعبك كل يوم والثاني بيحكي بس على البنات السوريه بالمخيمات يا كلب، وبصت مصاري لحتى شبعت، لحتى تحافظ على اللاجئين. هذا شرفهم يا عصا، الله يهدئ شرفك. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم ما راح نتركهم. انا مو عدوي بشار الاسد، انا خلص نسيته لبشار، انا نسيت الشيعه، ما عندي مصلحه معهم. انا انتوا اعدائي، انتوا اللي كبرت انه انا ديني، اهل ديني هن ظهري وهن سندي،
وانه كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله موحدة بيني وبينكم، كلمة مشتركة. اكبر عدد في الكرة الارضية هي المسلمين. 9 ملايين ما عرفتوا تحمونا، يلعن شرفكم بيجري، يلعن شرفكم. هجرتونا وبعتوا شرفنا وانتهكتوا عرضنا وطلعتونا بلا لقمة خبز يا عصار. وعلى شو؟ وبالاخر سوف نقوم. عملتوا طيران وتحالف دول عربية لأجل الإرهاب. منو خطفتوا؟ خطفتوا الدولة الإسلامية اللي عم تقطع رؤوس البشر، خطفتوها هاي. بس بشار اللي عم يقصفني كل يوم 60 70 برميل وصواريخ وألغام بحرية وجوية واللهوية، ما عرفتوا تضربوه هذا، ما عرفتوا تأمنوا المنعزلين، ما عرفتوا تعالجوا هالعالم اللي بيحكم المخيمات اللي عم تموت من البرد، ما قلتوا لها لتركيا افتحي حدودك وفوتي 60 70 ألف واقفين على الحدود رايحين يموتوا من البرد والجوع وصاروا يموتوا. ما عرفتوا تحكوا فيها هي ما عرفتوا تحكوا فيها أبدا. أفغاني شيعي بيجي من آخر الكرة الأرضية، لبناني شيعي بيجي من آخر الكرة الأرضية، أمريكي وروسي وماسوني وغيره قواتهم بيجوا بيفزعوا لبشار، بيسكروا بيعربدوا بيعرف بس بيفزع لدينه معلش. بس احنا اللي الله حرم علينا كل شيء، وانتوا اللي بتفتوا لنا وبتحكوا لنا وبتقولوا لنا انه انتوا من لما صغرنا تركونا بالجوامع. هي الفتوى هيك وهي الفتوى هيك وهذا الدين هيك وهذا ديننا. وينكم انتوا من ديننا؟ من شان شو ديننا لكن؟ بس فهموني. انا بلدي مدينتي حلب من 5 سنين لهلا اخطر منطقة في العالم، في العالم كلياته انا منطقتي اخطر شيء. صار لها اسبوعين محروقة حرق، قصفت مستشفياتها، مدنيين ما قالوا شيء، قاعدين هن النسوان وحريم وشيوخ كبار وبعثونا لنشتغل ونصرف عليهم، وقصفوا ماتوا بالميات. ما شفناكم حطيتوا صورة لشهيد سوري مات، ما شفناكم ابدا. فرنسا كم مفطيتين بترفعوا اعلام الله كلياتها وبتقولوا انه نحن ارهابيين المسلمين، والقتل حرام، حرام القتل، الدم حرام. الرسول ما قال هالشيء، الرسول كانوا جيرانه يهود ما حكينا عليه شيء، اللهم صل وسلم عليه رسولنا وعلى عينه وراسه. انتوا مين واخلاقكم شو من اخلاق الرسول؟ فهموني من شأن الله، فهموني. انا اخلاقت مكتوب على الهوية ديني مسلم، وين الاسلام بالموضوع؟ بس فهموني. انت بدي ازعل على بوتة اليهودي وعلى اخوي فلسطين ما بزعل عليه، وعلى اخوي اللي بسوريا ما بزعل عليه، وين الاسلام؟ فهمني انا مين من المسلمين؟ فهمني. انتوا جماعة صور فرنسا ما شفتكن على العالم اللي ماتت بحلب بهالاسبوعين، لك ما شفتكن على يوم الغوطة بالكيماوي، لك ما شفتكن على اطفال ترعى، لك ما شفتكن على حدا يلعن شرفكن، لك ما شفناكن على شيء. ولك بدي ألعن أكبر إبريل بالسعودية، بدي ألعن أكبر واحد وأكبر شيخ فيكم. ولك يا عرافي أنت كل يوم بفتاوى شكل، وكل يوم بقصة شكل، وكل يوم أسلم على إيدك الكافر فلاني. وينك من أخلاق المسلمين؟ وينك أنت من أخلاق المسلمين؟ بس بدي أفهم وين يلي عن شرفكم بيجري؟ 5 ريالات ما تستخسروا تعطوهم على سوريا يا كلاب، وبتقول السوري ليش طفش برات بلاده؟ يا كلب اعطيني سلاح لا اقاوم فيه طياره، لا ننزل فيه صاروخ جاي يشيل حارتي كلياتها، وبعدين برجع لك انا بسوريا ما بطلع منها الا لموت. بوعدك وعد شرف. بالاردن كم كلب صار يحكوا على الشرف السوري. ولك يا عرصه انت كنت تبوستر مايت السوري لحتى يعطيك بنته، هلا صرت تقول بشتري البيت بالمخيم ب 200 دينار. لك قسما وجعل من حط هدول بوشنا فلا نخلي منكم حدا، قسما برب محمد فلا نخلي منكم حدا. وبتقولوا هالحكي صار رح نسويها باذن الله، واقسم بالله ما رح نبلش تنظيف من اليهود منكم انتم يا كلاب يلي بتحكوا عربي. لا شو قال نحن مو عرب، انتم بس منعتوا انه تجوزونا بناتكم اهل الخليج مشان ما يختلط النسل. لكن احنا ما بنتشرف فيكم، لكن احنا ما بنتشرف بجنسكم، جنسكم عاطل. نحن ما بنتجوز من صرامي، نحن بنستخسر نحط الحمض المنوي اللي عنا برحم نسوانكم يا كلاب. نحن بنستخسروا هذا الشيء.
نحن بنستخسر انه يطلع مننا شيء اسمه شاب سوري او بنت سوريه برحم نسوانكم يا كلاب. مثل مين؟ ولك سرماية اصغر شهيد سوري ها، باكبر مسلم فيكم يا العرب، باكبر عربي فيكم. فرجوني لشوف الدور اليوم علينا، راح تدور الايام وراح يجي الدور عليكم يا ثوار انتو، راح يجي وراح تشوفوا راح تبوسوا صرامينا لنتدخل، بس نحن ما راح نتدخل. المجاهد السوري، المسلم السوري، ايش ما كان اسمه ما راح يتدخل، راح يترككم تنفحشوا مثل الكلاب، وراح نساوي دولة مثلنا لحالنا، لحالنا بننطق بشهادة لحالنا، بنصلي بجوامعنا لحالنا، ما بدنا منكم ولا بدنا ندخلكم اراضينا، وان شاء الله راح يصير هالشيء. نحن اللي بنعرف ايش هو الله، مو انتم يا تبع ارفعوا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله. يا مشايخ قطر والسعودية وغيره والكويت وغيره، انتوا شاطرين تركبوا سيارة شبح، تاخذوا مصاري تبرك تاكل تنعلق بمنسف وتحط فيه اللحم وتعرضه على التلفزيون، ما بتعرف انه في عالم بالمخيمات ميتة من الجوع ما عم تحضر رغيف الخبز. هذا الشيء ما بتعرفه، وبتقلي انك بتعرف الله ولك